السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الصلاة على النبي، الله اكبر. ان شاء الله خير وبركة بتوعنا ربنا هيبارك فيهم ان شاء الله ويشفيهم ربنا ان شاء الله، عشاننا في ربنا خير. والحمد لله ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة، الحمد لله. والبني ادم ما بيعلمش لنفسه الخير فين. يعني انا وقت ما جبتهم قلت لكم ده الاسود ده احسن من ده، وعندما بديت اشتريهم كنت خايفه من الاحمر ده ان هو يكون صغير وكده، يعني يكون لسه عايز يرضع يعني. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله انا مبسوطه بالمرحله اللي انا وصلت لها معاه دي بعد التعب والمعاناه الفتره الطويله دي كلها. فالحمد لله رب العالمين. هو النهجه راحت، كان بينهج جامد نفسه سريع، خلاص الحمد لله مع الدريكسن راحت. وانا اديته دريكسن 3 مرات، مش مره واحده ولا مرتين، 3 مرات. الحمد لله رب العالمين. وفضل الكحه بس، النهارده انا جبت له حاجه للكحه واديتها له، الحمد لله ان شاء الله يخف يكمل شفاء على خير يا رب. الحمد لله رب العالمين. الفيديو كده يديني لايك ويشجعني، واللي مش مشترك في القناه يا ريت يشترك بعد اذنكم، عشان نتشجع كده مع بعض وتبقى بداية حلوة ان شاء الله، ان شاء الله على خير ان شاء الله، وربنا يشفيهم ويبارك فيهم يا رب. جايبه لهم بصل وبتنجان. البصل حلو، بيسحب السخونيه من البطن وكده، والبتنجان مفيد برضه. جايبه لهم بصل وبتنجان كده، بقطع لهم مره في اليوم على العلف كده واحطها لهم مره واحده بس. مش موضوع يوفر والله، بس لا، الموضوع ان هو حلو. يعني لو الدنيا حر مش هينفع مره واحده برسيم في اليوم وطول اليوم علف، مش هينفع. فالعلف الدنيا حر، فبطر عليهم كده بشويه خضار يعني ولا حاجه. بصوا بالصلاة على النبي، بحطلوش لوحده برضو، بحطش البصل والبتنجان لوحده، بحط له معاه علف برضو. كان حبة تبن في المخول مش كتير، وحطيت عليهم البصل والبتنجان وعلبة علف. بالصلاة على النبي. هو واضح اهو في الفيديو. هو بعد بس عشان انا بصور. البصل مفيد وحلو قوي عشان السخونيه، لو في سخونيه في البطن ولا حاجه البصل حلو قوي ومفيد. هو بياكل بالصلاه على النبي، بس اكلته ضعيفه يا جماعه، يعني انا مش عارفه اخليه اكلته تزيد ازاي. يعني هو الحمد لله ولك الحمد حلو، يعني كحه ماشي بس حلو، يعني الحمد لله. كان فين وبقى فين، بس ازود له اكلته بايه؟ علاج اديهوله ولا حاجه اديهاله فاتحه للشهيه. انا اديته خميره على فكره، خميره وعسل.
هو بياكل معاه يعني بيلقط. هو بيلقط معاه. جبت له برهم كبريت تاني للي في رجله ده. اللي عند العجل الاحمر مشي خلاص، مشي عند العجل الاحمر مشي خلاص وطلع شعر فيه يعني. فده لسه اللي في رجله حاجه بسيطه يعني، مرتين كمان ولا مره ادهن له مره كمان وان شاء الله يمشي. دي ميه مدلوقه يعني، الميه اتدلقت مننا مفيش حاجه الحمد لله. ومميزاه برضو حاطه له هنا لوحده علف اهو، وبتنجان كنت حاطه له الصبح. علف اهو بتنجان كنت حاطاه الصبح على اساس ان ايه يروح ويجي ياكل مع نفسه. كل منه وفاضل منه حبه كمان، ياكلوا مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وتغيير برضه عشان البهيم ما يفضلش قدامه العلف على طول على طول علف، يزهق، كتغيير يعني. فراخ دي هندي، فراخ هندي مش بلدي. في حمام هنا بالصلاة على النبي، الله أكبر. حط لهم أكل كمان بالمرة. اوريكم الارانب رديت كده. بصوا بصوا نشوف الخضره بس. طب قوم خلوهم يجي ياكلوا، قوم. جبت الحمام ميه هنا فوق عشان الحمام بيحب الميه النظيفه. بيطير فوق كده، يطير وبيقف على المروحه كده وبتاع، بيطير وينزل ايه هنا يشرب ميه من فوق، عشان مش هينفع يشرب ميه هنا مع الفراخ عشان ميه الفراخ بتبقى وسخه. تعالى انا ماشيه، تعالى انا ماشيه. احط لهم الحاجه دي جميله، تربيتها جميله، بتاكل فضلات البيت يعني. حبه رز ولا حبه مكرونه فايضين ولا اي حاجه، بدل ما ترموهم في الزباله حرام، بتستفادي بيهم في شويه فراخ تربيهم، اي حاجه تربيها. حطينا لهم ميه خلاص واكل، بسيب لهم برميلهم واحده الصبح، وبحط لهم عيش تحت البلاطه هناك ياكلوه، وبسيب لهم حزمه كده بالليل ارميها لهم. وحطينا لهم ميه خلاص كده تحت الحيطان كده عشان يناموا فيها، عشان الدنيا حر ومفيش عندهم مروحه. لازم نكونوا رحمين بالحاجه اللي بنربيها ونحس بيها كده عشان ربنا يبارك لنا فيها. حتى هنا والله، حتى هنا ما استكفتش بالمروحه دي، وطلعت لهم المروحه دي من تحت، بس مش بوليها عليهم يعني، بجيبها بعيد يعني. انا موليها كده عشان انا كنت قاعده هنا بقطع بصل، بس انا بوليها الناحيه التانية كده بعيد خالص، على اساس ان تجدد لهم الهواء والجو يبقى حلو يعني، ما يبقاش حر جامد. بشغلها لهم كده ساعتين 3 واطفيها شويه واشغلها شويه يعني. اما بطلع بطفيها، اما بنزل لما بنزل تحت بشغلها، سيبها شغاله، واما بطلع بخليها ايه تستريح. مستنيه اشتراككم في القناه ودعواتكم ليا ومتابعتكم، دي حاجه تسعدني يعني. شكرا جدا والسلام عليكم.